السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معاي في فيديو جديد، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما تكونوا يا رب. اليوم حبيت أشارك معاكم طريقة من الطرق اللي نستعمل فيها من مدة طويلة في تخزين البصل وتفريزه. طريقة بسيطة وصحية وسهلت لي ياسر الخدمة، خاصة في تحضيرات رمضان ولا حتى في سير الأيام العادية وقت اللي نحب نربح وقت في الكوجين. البصل تقريبا يدخل في أغلب الوصفات، وعلى خاطر هيك نحب ديما نكون محضرة روحي من قدام باش ما نتعبش في كل مرة نقطع البصل. أول حاجة نعملها نقشر البصل ونغسله مليح، وبعد نخليه ينشف شوي من الماء، وبعدها نبدأ في تقطيعه. التقطيع يكون على حسب الاستعمالات، نجم نقطع مربعات مكعبات صغار ولا شرائح، ولا حتى نخليه خشين شوي حسب الطبخة والوصفة اللي باش نستعمله فيها. وزاد اللي يحب يسهل على روحه أكثر ينجم يستعمل لاشوار باش يفرم فيه البصل بالحجم اللي يحب عليه. الطريقة هذه توفر ياسر وقت، خاصة لو نحضروا كمية كبيرة في مرة واحدة. وبالمناسبة إذا تحبوا النوع هذا من الفيديوهات متاع تنظيم وتحضيرات قبل رمضان، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو. اللايك يعاون الفيديو باش يوصل أكثر ناس، وزاد يشجعني نشارك معاكم أفكار أخرى تنفعنا بإذن الله الكل. بعد ما نقص البصل ونحضره، تجي الخطوة اللي أنا نعتبرها السر في الطريقة هذه، وهي زيت الزيتون. زيت الزيتونة نضيفه كمية صغيرة على البصل كأنه باش ندهنوه دهنة، مش لازم كمية كبيرة. زيت الزيتونة يعاون أنه يحافظ على البصل وما يخليش يتلصق في بعض وقت التفريز في المجمد في الثلج، وزاد يحافظ على الجودة والنكهة. بعد ما نخلطوا البصل بشوي زيت زيتونة كما تشوفوا هيك، نبدو نقسموه في أكياس التخزين. ديما نفضل نستعمل الأكياس الخاصة بالتفريز، خاصة اللي فيهم الطابع متاع الجودة سلامة الصحة، خاطرها تكون صحية ومهيئة للبرودة. نحاول نفرغ الهواء من الكيس ونقسم الكمية حسب الاستعمال، يعني كل كيس يكون تقريبا يكفي لوصفة طبخة واحدة ولا اثنين، باش وقت اللي نحتاج نخرج الكمية اللي نحب عليها فقط معنا. وزاد من الحاجات اللي خلتني نحب الطريقة هذه، أني مرة حضرت الاثنين طباء خاصين اختصاص تغذية، يحكوا أن البصل كي يكون مجمد الأفضل ديما يتحط مباشرة في الطبخة وهي سخونة، وهو البصل مازال مجمد، معناتها مازال مثلج، يعني يتعرض لما نسموه بالصدمة الحرارية. الطريقة هذه تعاوننا باش الماكلة تحافظ على الجودة متاعها، وزاد البصل يحافظ على الطعم والقيمة الغذائية متاعها أكثر، وما يفقدش ياسر من خواص متاعها. يعني ما يحتاجش نخلوه اللي يذوب البرك معناتها وخلوه يتنح منه الثلج، لا بالعكس يتحط مباشرة في السخون في الطبخة. الطريقة هذه راهي وفرت لي ياسر وقت، خاصة في رمضان كي نكون صايمة وعندي ياسر تحضيرات للفطور ولا للسحور، ومعناتها وجود البصل حاضر ومقصوص يسهل ياسر الخدمة ياسر، ويخليني نرتاح أكثر وننظم وقتي أكثر. كيف الطريقة هذه راهي بسيطة وصحية وما فيها حتى مواد إضافية كان البصل وزيت زيتونة، والتخزين راهو يكون نظيف. أنا شخصيا مرتاحة معها ياسر عن تجربة الطريقة هذه، وحبيت نشاركها معاكم. يمكن تعاونكم كيف حتى أنتم كما عاونتني أني. قولوا لي في التعليقات شنو أكثر حاجة تحضروها وتخزنوها قدام رمضان. نحب ياسر نتبادل الأفكار مع بعضنا ونستفيدوا من بعضنا. وما تنسوش الاشتراك في القناة إذا تحبوا المحتوى التنظيم والتحضيرات قبل المواسم، ونشوفوكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام.